السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة وصفة لمحبين الجمبري من أحلى وصفات الجمبري، وهو الجمبري البتر فلاي. هم سموه البتر فلاي لأنه بيبقى مفتوح كده وشبه الفراشة. تعالوا النهاردة هعمله لكم وصفة سهلة جدا ولذيذة بصراحة، يفتح النفس يجنن. طعمه بصراحة خطير. ولو احنا طبعا هنشتريه من بره جاهز هيبقى مكلف جدا ومش هيبقى من النظافة والجمال والحلاوة دي. كمان عاملة معاه صوص البتر فلاي اللذيذ بالزبدة بقى والليمون، وعليه كمان شوية عصير برتقاني اختياري بس موديه في حتة تانية. وكمان اضافات تانية كده هتعرفوها لما تتفرجوا على الفيديو. يلا بينا هقول لكم عملت الوصفة النهاردة الحلوة دي ازاي. سهلة جدا جدا، مش ما فيهاش اي عقد. معايا هنا جمبري، هو كبير، حجمه كبير، علشان تقدري تفتحيه وياخد معاكي نفس الشكل بتاع البتر فلاي. بس لو انت عندك جمبري صغير عايزه تعمليه بنفس الطريقه مفيش مشكله. عايزه اقول لكم انا نقعت الجمبري الاول حوالي نص ساعه في ميه وعليها عصره ليمون ورشه ملح، وبعد كده غسلته كويس جدا وصفيته عشان بيبقى فيه رمل لازم يطلع. وبعد كده ببتدي بقى افتحه شكل البتر فلاي من عند الظهر. ولازم السكينه اللي بستخدمها تكون سكينه مشرشره عشان تسهل عليا وما يتهريش منك، لا اما سكينه مشرشره لا اما مقص. وفتحته من الظهر، بصوا بنفس الطريقه دي كده من الظهر. ولو لقيت الكيس الرملي هشيله وافتحها من عند الراس كده، افتحها كويس جدا علشان تبقى مفرودة معايا ومفتوحة كويس. واحدة تاني بصوا من عند الظهر، وابتدي افتحها كده لحد اخر يعني اخر البطن كده، بس من غير ما اقطعه معايا. في بقى اي كيس رملي اشيله. انا حاطه جنبي كده طبق فيه ميه، بحط فيه الكيس الرملي، يعني في منتهى السهولة. عملت بقى الكمية كلها، شلت كده كام جنب، يعني حوالي نص الجمبري او اقل منه شوية عشان هستخدمه في وصفة تانية. هنا بقى الجمبري البتر فلاي غسلته وصفيته، وبعدين مسكته بقى واحدة واحدة كده بفرده كده وبفتحه كويس تاني اعيد عليه. ولو في اي حاجة يعني من اثر الاكياس الرملية دي ابشيلها. هنا بقى هنعمل التتبيلة بتاعته الخطيرة. معايا معلقتين من الزبدة، بس عشان احنا في الدنيا برد فانا يا دوب سيحتها كده على النار، ما خليتش يعني الزبدة تتقدح، سخنتها كده سيحتها. وبعدين لازم نحط معاهم معلقة من الشبت. انا ما كانش عندي شبت فريش، انا مخزنة مفرزنة يعني في الفريزر شبت، فطلعت كده. هو بيبقى سهل ان هو يتاخد منه. خدت منه كده جزء يعني كده بمقدار معلقة، وقلبته كويس جدا مع الزبدة. وهنا بقى هحط ملح طبعا حسب كمية الجمبري اللي عندك، وكمون وكزبرة جافة وشوية من البابريكا وفلفل أسمر، واخلطهم مع بعض كويس جدا. عندنا بقى المكون اللي هو يعني الأساسي في الوصفة دي، اللي بيخلي طعم الجمبري روعة وزيه زي اللي بناكله في المطاعم بالظبط. هو أساس الوصفة المستردة. هحط حوالي 3 معالق كبار من المستردة. ممكن طبعا الدريسنج ده او التتبيله دي بتزوديها او تقلليها حسب كميه الجمبري اللي عندك. عايزه اقول لكم انا نسيت مكونين في التتبيله مهمين جدا، ما ينفعش التتبيله من غيرهم تتم يعني. اللي هم ايه؟ اللي هم الثوم والليمون. بس انا ما افتكرتش غير لما تبلت الجمبري كله. فخليكم معايا وشوفوني بعد ما اتبل الجمبري وافتكر ان انا ما حطيتش ثوم وليمون هعمل ايه. مسكت الجمبري بتاعي بنفس الطريقة، أنا بس حبيت أعرفكم. لا، المفروض نحط معلقة من التوم وتحطوا عصير ليمون، وبعد كده امسكوا واحدة واحدة كده نزلوها في التتبيلة علشان تضمني إن الجمبري بتاعك كله متبل. وبنتي بقى دخلت وساعدتني وكده. بعد ما خلصت افتكرت بقى إن أنا ما حطيتش توم وليمون، المفروض كنت حطيتهم الأول. بس اتصرفت، وتعالوا شوفوني انا هتصرف ازاي. يعني حطيت معلقه الثوم المهروس وعليها عصره ليمونتين كده كبار حلوين او 3، كتري ليمون يعني، الليمون مهم في الوصفه. قلبت الليمون كده مع الثوم. وبعد كده هجيب بقى حاجه كبيره عندي، طبق كبير او اي حاجه كبيره احط فيها الجمبري
بالتتبيلة بتاعته اللي أنا تبّلته، وهانزّل عليه التوم والليمون، وبعدين بقى ما تستخدميش معلقة ولا أي حاجة علشان ما يتهريش، أنا زي ما أنتم شايفين كده باقلّبه كده من غير ما أستخدم أي حاجة، وهي التتبيلة كلّها بتخش جوّاه لمّا بيتقلّب من غير ما أستخدم معلقة أو أي حاجة، دخلت جوّاه كلّه وبقت زي الفل وعالجت الموضوع، والحمد لله يعني على النسيان ده ربنا يعالجنا منه كده على خير. جِبت بقى الطاسة بتاعتي على النار، حطيت فيها حتّة زبدة، ومع الزبدة أنا باحط شوية زيت علشان الزبدة ما تتحرقش، وابتدي أمسك بقى الجمبري بتاعي، طبعًا أنا سِبته في التتبيلة يعني حوالي ساعة، هو ممكن يعني ربع ساعة ممكن تحطي التتبيلة وتشتغلي يعني تشويه على طول ما يجراش أي حاجة، ممكن طبعًا تشويه في جريلا في طاسة من غير لاصقة من غير ما تحطي له أي مادة دهنية براحتك. أول حاجة بس بنحطه كده على بطنه الأول، أنا حطيته دقيقة واحدة، بس هو أقصى حاجة 3 دقايق على نار متوسطة، علشان بأكتر من 3 دقايق هيشد معاكِ وهيبقى مش طعمه مش حلو وهيفقد يعني فوايده، فعايزة أقول لكم أنا حطيته دقيقة واحدة بس كده، وبعد كده باروح قلباه على ضهره. هاطلّع بقى دول يعني حطيت هنا دقيقة وهنا دقيقة، عايزة تحطي دقيقتين، عايزة تحطي 3 تمام، أكتر من كده بس هيعمل معاكِ، هيجلد معاكِ وهيبقى طعمه مش حلو. شِلت أول جزء حطيته وابتدي أحط الجزء التاني، أنا عايزة بس أوريكم وأنا باحط على البطن ويتّك كده عليه شوية علشان يفضل مفرود ما يتقفلش معاكِ، زي ما أنتِ شايفة كده بُصّي باتّك عليه علشان يفضل مفرود معايا. يا دوب يعني يشم النار كده، هو طبعًا مش محتاج سِوَى ولا حاجة الجمبري يا دوب بيشم النار، بس خلّصت الكمية بتاعتي كلّها في نفس الطاسة بالبهاريز بقى اللي نزلت دي من الجمبري دي والطعم كلّه نزل في الطاسة، هاعمل نزّلت حتّة زبدة صغيّرة ومعاها معلقة من الدقيق وقلّبتها كويس جدًا، وبعد كده هاحط نُص كوباية من اللبن وأقلّبه وأدوّب الدقيق مع اللبن وبالراحة كده أطلّع البهاريز عشان ناخد طعمها وفايدتها. هنا معايا بقى برتقانية، خدت نُص برتقانية وعصرتها كده زي الليمون، عصير البرتقانة ده بيدّي taste حلو أوي للصوص بتاع الجمبري البتر فلاي، وهنا معايا الليمون بقى، حُطّي ليمونية كبيرة اعصريها وبعد كده هادوقه، لقيته محتاج ملح تمام، لقيته يعني مش محتاج خلاص، هنا حبيت أضيف شوية لبن تاني لإنه لقيته يعني تقِل، وهادوقه بقى وأشوف. لقيته محتاج ملح، هاحط له بقى ملح، هاحط له ذرة كمون مش كتير، وأحط له بقى شوية بابريكا برضه بتدّي له لون، وكده معاكِ أحلى صوص تاكليه مع الجمبري خطير، بجد يعني ولادي انهبلوا عليه بألف هنا طبعًا. بس كده، أنتِ ممكن تسيبي بقى الصوص كده بس ما تضيفيش أي حاجة، عايزة بقى تعملي زي كده وتضيفي شوية جبنة موتزاريلا وأدّيها في مكان تالت بقى، يعني حاجة 13 خالص طعمه حلو، طعمه خطير، طعمه يجنن. خدت بقى الجمبري بُصّوا روعة بجد، بُصّوا قد إيه مستوي وجميل وخطير وطري ولذيذ، تاخديه بقى كده في لقمة عيش كده مع الصوص، تاخديه على رز، أي حاجة، طعمه روعة بجد. جرّبي الوصفة دي هتعجبِك جدًا، ولو أنتِ من مُحبّي الجمبري هتعشقي الوصفة دي، وصفة خطيرة وسهلة وسريعة. يا رب يكون الفيديو والوصفة النهارده عجبتِك، ما تنسينيش بقى بلايك وتعليق حلو منِّك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.